كان يا مكان قديم الزمان فواحد الدوار زوين من دواور المغرب، كان كيسكن واحد الراجل سميتو السي حماد. عطاه الله كل شي: الجاه، المال، الجنانات، الكسيبة، داكشي اللي ما عند حتى واحد بحالو في الدوار. ولكن واخا كان السي حمان لاباس عليه، الا انه كان بخيل لابعد درجه. كان معروف عليه البخل الشديد والحب ديالو للفلوس، وكان ديما كيخاف انه ينقص من الفلوس اللي جامع. السي حمان ما كانش كيتصدق على الفقراء ديال الدوار الا مره في القرن، والبخل ديالو وصل حتى لدارو. ما كانش مهلي في عيالاته وبناته، وما كانش معيشهم في النعيم. وزيدون كان قاصح بزاف حتى مع الخدم ديالو. السي حمان كانوا عنده 3 ديال العيالات، ووالد منهم 7 ديال البنات. هادشي اللي كان ديما مقلقو ومبرزطو، وكان ديما كيخليه يتساءل مع راسو ويقول: لمن غادي نخلي هاد الخير والرزق كامل من بعد ما نموت؟ السي حمان بغا يولد ولد باش يورث ليه الاسم ديالو والفلوس اللي تعب عليهم وجمعهم في حياته كامله. واحد النهار قرر السي حمان انه يتزوج بنت من وحده من الخدامات اللي عنده في الدار باش تولد ليه الولد. هاد البنت كانت سميتها فاطمه، كانت ظريفه وزوينه وصغيره. بطبيعه الحال امها وافقت على الطلب السي حمان ديك الساعه بلا ما تناقشوا. وفعلا السي حمان تزوج بفاطمه، ولكن كان كيعاملها معامله خايبه هو وعيالاته. واخا كانت كدير ليهم كاع داكشي اللي كيطلبوا منها، الا وانهم ما كانوش كيعطيوها حتى الماكله باش تشبع، وكيتكرفسوا عليها. دازت ليام وحملات فاطمه، وتجمعات عليها تماره ديال الجوع وديال الدار وديال اللحم. وصاتها امها باش ما تقول لحتى واحد بلي راها حامله، باش ما يأديوهاش ضريراتها. وبقات فاطمه ساكته وكتعاني في صمت من الحرقه ديال اللحم بلا ما تخبر حتى شي واحد. مع الوقت زاد عليها الوحم بزاف، حتى طلبات من امها انها تجيب ليها شي طريف ديال الكبده د الحولي، واخا غير طريف صغير. امها ما قداش تلبي ليها الطلب. منين غادي تجيب ليها داكشي اللي بغات وهي ما عندها من الدنيا والو غير الشياطه ديال الماكله اللي كيشيطها عليها السي حمان؟ البنت كانت عارفه مزيان الظروف ديال امها، وزايد عليها البخل الشديد ديال السي حمان. ولكن واخا هكاك ما قدراتش تصبر على الوحم اللي كان مسيطر عليها. بقات فاطمه كتفكر كيفاش غادي دير باش تجيب ديك الكبده. ومن بعد طاحت عليها واحد الفكره، هي انها غادي تخرج من الدار مخبيه وتمشي للضيعه ديال راجلها اللي هو السي حمان. تما كان حاط البهايم ديالو. ومن بعد ما ضربت تماره في الطريق طويله من الدار للضيعه، وصلات اخيرا للضيعه وهي عيانه ومهلوكه. غير وصلات مشات نيشان عند السارح ديال الضيعة، وعاودات ليه القصة ديالها وكيفاش سالوحم بزاف وما بقاتش قادرة تصبر. السارح تخلع من داكشي اللي طلبات منه، حيت كان عارف باللي سي حمان شحال بخيل، وبالتأكيد غادي يقطع ليه رزقو إلا عرف باللي شي حول ينقص من القاطع. داكشي علاش ما قدرش يلبي ليها الطلب. رغباتو فاطمة بزاف وطلباتو، والسارح مسكين بقات فيه، وقرر على انه يغامر بالخدمه ديالو على قبلها. جاب ليها واحد الخريف صغير من الضيعه، ذبحو وحيد منه الكبده وحطها فوق العافيه باش طيب. فاطمه بدات كتاكل بواحد الشراهه كبيره حتى كملات الكبده كلها، وشكرات السارح ومشات دغيا للدار. ولكن للاسف الامور ما مشاتش كيف ما بغات. المره الاولى ديال السي حمان
لاحظت بلي فاطمة ما كايناش في الدار، وصيفطات موراها وحدة من الخدامات باش تعس عليها. وفعلا ديك الخدامة قالت للمرا الاولى كاع داكشي اللي وقع في الضيعة. ناضت المرا الاولى مشات عند السي حمان وعلماتو بكلشي. السي حمان غضب واحد الغضبة كبيرة، حيت خاف هاد الخبر ينتشر بين الناس ديال الدوار ويعرفوا باللي بخل على مرتو الحاملة في الماكلة. داكشي علاش قرر انه ينتقم منها واحد الانتقام خايب بزاف. امر الخدامة ديالو انهم يذبحوا اكبر عجل في الزريبة ويوجدوا كاع الشهيوات اللي كاينين. والعقوبة ديال فاطمة كانت هي ان السي حمان غادي يبزز عليها تاكل داكشي كامل اللي وجدوا الخدام، وإلا ما كلاتوش غادي تموت. وامرهم عاوتاني يجيبوا جوج ديال الجمال ويجوعوا واحد ويعطشوا الاخر. كان ناوي يربط اليدين والرجلين ديال فاطمه مسكينه مع دوك الجمال، ومن بعد يحط زلافه ديال الماكله قدام الجمل الجيهان وقدره ديال الماء قدام الجمل العطشان. وملي غادي يجريو الجمال على الماكله والشراب غادي يقطعوا فاطمه على جوج، وبهاد الطريقه غادي يكون انتقم لكرامته وشرفه. مي فاطمه تخلعات من داكشي اللي غادي يوقع لبنتها ومشات رغبات السي حمان باش يسمح ليها، ولكن بلا فائده، حيت السي حمان حط فاطمه في واحد البيت من ظلام وسد عليها فيه حتى يوصل وقت العقاب. الام بقات كتعاتب فاطمه وقالت لها راه حضرتك على هادشي كامل، ولكن فاطمه حاولت تخفف على ما وقالت لها بواحد الايمان كبير، واحد المقوله مشهوره اللي ولات مثل حي في يومنا هذا: تا يطيب الطعام يدير الله ما دار. جات وحده من الخدامات كتجري عند السي حمان وقالت ليه باللي كاع داكشي اللي امر به راه واجد، وحتى الماكله طابت. امرها باش تعطيه واحد اللقمه باش يذوق الماكله قبل ما يبدا في العقاب ديال فاطمه، ويلا حط اللقمه في فمو وهي تحليه وخنقاتو. مات ديك الساعه. من بعد خرجت فاطمه وامها من البيت المظلام وهي كتشوف فيها وكتقول ليها: يا قتلك امي، تا يطيب الطعام ويدير الله ما دار. العبره من هاد القصه هي ان بنادم ما خاصوش يفقد الامل ديالو في الله، فمهما كان الانسان ضعيف وما عنده جهد، فالله سبحانه وتعالى قادر ينصر المظلوم والضعيف الى توكل عليه. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في واحد الدوار من دواور د المغرب، فين كانت النية باقة والكلمة ميزان والقلوب صافية كيف الحليب. كان في داك الدوار واحد التاجر كبير سميتو الحاج المكي. كان عنده من الخير ما يكفي قبيلة كاملة، ولكن كانت عنده واحد الغصة في قلبه، هو أن المرض طيحو في الفراش وما خلى لا طبيب ولا فقيه، حتى واحد ما قدر يلقى الدواء للداء ديالو. كانت حالته خطيرة وغادية وكتدهور. الحاج مكي كان عنده جوج ولاد وبنت، الولاد الكبار مقران وعلوش، كان راسهم قاصح بزاف ومتكبرين لأقصى درجة، كيبغيو غير الزهو والخيول والتبوريضة، وكاع ما مسوقينش لباهم ولا المرض ديالو. اما البنت الصغيره فكانت سميتها هينه، كانت بنت ظريفه وعاقله ووجهها منور بحال القمره وقلبها بيض من السحابه. هي اللي كانت مقابله باها كتغطي
كتغطيه وتوكلو وكتفاجئ ليه. واحد النهار اليأس بدا كيدخل لقلب هاينة وولات خايفة بزاف على باها لا يموت. سمعات بواحد الشوافة عمية وساكنة في واحد الكهف في الجبل كيقولوا عليها لاله فطومة الحكيمة. هاد لاله فطومة الحكيمة كتعرف الدواء لكل داء وعندها الحكمة ديال الجدود. تشجعات هاينة وطلعات للجبل ورجلها حفيانة والدم كيسيل منها، قلبها كيضرب من الخوف ولكن الحب ديالها لباها كان أقوى. وصلات للكهف ولقات الشوافة مقوصة الظهر كتحرك شفايفها بكلمات ما مفهومينش. تشجعات هاينة وقالت بصوت كيرجف لاله فطومة، جيتك طالبة راغبة، با الحاج مكي روحو كتطلع والأطباء ما لقاولوش الدواء. شافت فيها الشوافة بلا ما تحل عينيها البيضين، جاوبات بصوت مبحوح بحال الريح ديال الشتا بنت الحاج المكي، دوا باك ماشي عند البشر، دواه عند الغولة. تخلعات هاينة وتزيرات فيها النفس. الغولة؟ شكون ما كيعرفش حكايات الغولة اللي كتسكن في جبل الظلام، اللي لحم بنادم هو ماكلتها وضحكتها كتجمد الدم في العروق. كملات الشوافة وقالت دوا باك هو عسل الشفاء، عسل حر ما ذاقو لسان ما شافتو عين، كاين في واحد القلة ديال الطين عند الغولة تودا، في المغارة ديالها ورا 7 ويدان و7 جبال، ولكن الطريق ليها كلها خطر والعسل محروس مزيان، وقليل اللي مشى لديك الطريق ورجع. هبطات هاينة راسها والدموع شلال، ولكن شوافة شدت ليها في يديها وقالت سمعي يا بنتي، اللي بغى العسل خاصو يصبر لقريص النحل، إلا كانت همتك عالية غادي توصلي. وعطاتها 3 ديال الحوايج، حفنة ديال الملحة الحية، مشطة ديال العود ومراية صغيرة مدورة، وقالت ليها هادو هما سلاحك، استعمليهم بعقلك. رجعت هينا للدوار وعاودت لخوتها وباها داكشي اللي قالت لها الشوافة. مقران خوها الكبير ضحك حتى بانو دراسو وقال لها انتي اللي غاديه تجيبي العسل من عند الغوله، سيري لبيتك وقابلي المغزل ديالك، انا اللي غاديه نمشي نجيب. لغد ليه مقران ركب على عودو الزين وهز معاه الزاد والسيف ديالو ومشاو هو كيتكبر قدام اهل الدوار. ولكن مقران كان خاوي من الداخل، قلبو عامر غير بالغرور. غير هو وصل للواد الاول سمع الصوت ديال الجران بالليل وهو يتخلع يسحب له الغيلان هاجمين عليه. رجع يجري للدوار وقال لهم باللي الطريق مسدوده بجنون العفاريت وحتى واحد ما يقدر يدوس. شاف فيه خوه الصغير وقال له انت غير خواف، انا اللي راجل وغادي نوريهم. وحتى هو شد الطريق، ولكن صاحب مع شي قطاطعيه في الغابه لعبوا عليه القمر وداو ليه كل شي ورجعوه بحوايج مقطعين. رجع للدوار كيتبكى وكيتحلف. الحاج المكي منين شاف هادشي كامل عرف باللي ولادو ما فيهم نفع وسلم امره لله. هاينة شافت باها حالته كتزيد صعب وبركات على قلبها وقالت انا اللي غادي نمشي واخا نموت في الطريق. بالليل بلا ما يعيق بها حتى شي واحد هزات دوك 3 د الحوايج اللي عطاتها الشوافة وشوية ديال التمر والخبز وخرجت في طريق الظلمة. كانت كتمشي بالنهار وتخبى بالليل. دازت على الواد الاول لقاتو هايش، بقات كتسنى حتى تهد الماء وقطعاتو،
ودخلت لواحد الغابة مظلمة، الشجر فيها معنق بعضياتو ومخبي، والريح كيصفر بحال البكا، وسمعات أصوات ديال الوسواس، ولكن تفكرات كلام ديال الشوافة وتفكرات باها اللي خاصو الدواء، وكملات طريقها. كانت كل ما تعيا تجبد تمرة تاكلها وتشرب من السواقي، وكتقول يا ربي تسهل عليا. واحد النهار وهي غادية لقات واحد الغزالة حاصلة رجليها في واحد الفخ ديال الصيادة، والغزالة كانت كتغوت من الألم. هاينة بقات فيها وحن قلبها عليها، ومشات بشوية عندها وفكات ليها رجليها. الغزالة قبل ما تهرب نطقات بصوت بنادم وقالت لها يا بنت الخير، كيف درتي فيا الخير غادي تلقايه، ومنين توصلي عند الغولة ما تاكليش من طعامها ومدحيها وقولي ليها خالتي تودا. وهربت الغزالة بين الشجر. هاينة كملت طريقها وقطعت 7 وديان وطلعت 7 جبال. شعرها تغبر ولحمها تكرفس، ولكن عينيها كان فيهم النور ديال العزيمة. وأخيرا وصلت لجبل الظلام. كان واحد الجبل كحل وحجر ديالو ملس، والسما فوق منه ديما مغيبة. وفي القلب ديال الجبل شافت واحد الفم ديال مغارة كبير، والدخان خارج منه بريحة خايبة باينة أنها ريحة الموت. عرفت راسها باللي راها وصلت. جمعت هاينة شجاعتها ودخلت للمغارة. لقات الغولة تودا جالسة حدا واحد القدر كبير كيطبخ. كانت غولة طويلة وضخمة، شعرها مشعكك بحال الشطابة، عينيها حمر وكيشعلو في الظلمة، وسنانها طوال وصفرين. غير شافت هاينة ضحكات واحد الضحكة خلات الحيوط ديال المغارة يترعدوا، وقالت بصوت غليظ اهلا اهلا بالهبره اللي جات حتى لعندي برجليها، اليوم عشانه من لحمك الطري. هاينة بقوة الخلعة قلبها بغى يخرج من بلاصتو، ولكن تفكرات كلام الغزالة وقالت بصوت حاولت تخليه يبان عادي سلام الله عليك خالتي تودا، يا سلطانة الجبال ويا منورة هاد المكان. الغولة تفاجأت، حتى واحد عمرو ما هضر معاها بهاد الطريقة. قالت ليها خالتك؟ انا خالتك، جاوبتها هاينة. خالتي، جيت من بلاد بعيدة غير باش نشوفك ونخدمك، سمعت بالكرم ديالك والحكمة ديالك. ضحكات الغولة وقالت مزيان مزيان، بما انك ضيفة اجي تهشاي معايا. وهي تعطيها واحد الزلافة من داكشي اللي في القدرة. هاينة شافت لداخل وهي تلقى الصباع والعظام، وعرفاتو اللحم ديال بنادم. قالت لها بكل ادب شكرا خالتي، ولكن انا صايمه وناويه واحد النيه لله. الغولة عجبها الحال وقالت مزيان، ولكن قبل ما تنعسي بغيتك تفرزي ليا هاد 2 خناشي، وحده فيها الزرع ووحده فيها الشعير، راهم تخلطوا ليا، بغيتك تعزلي كل حبه بوحدها قبل ما يطلع عليك الفجر. هنا هاينة عرفت باللي هذه مهمة مستحيلة، وجلست حدا الخناشي وبدات كتبكي. واحد شوية بدات كتشوف النمل كتير جاي لجهتها. النمل بدا كيهز في الزرع وفي الشعير، وكل نملة كتحط الحبة في بلاصتها. قبل الفجر كان كل شيء معزول ومقاد. فاقت الغولة من النعاس ولقات باللي المهمة كملات. تعجبت وقالت بارك الله عليك، خدمتك نقية، ولكن اليوم بغيتك تسرحي ليا شهري. وافقات هاينة وجلست من ورا الغولة، وبدات كدوز يديها في شعرها المشعكك اللي عامر بالحشرات وبالقمل. ولكن هاينة كانت ذكية، وكل مرة كتلقى شي حشرة أولا قملة كترميها في العافية وكتقول الغولة
لقيت جوهرة في شعرك خالتي تودا، لقيت لويزة، لقيت حجرة كريمة وتتفتخر. الغولة كانت كتسمح وكتفرح والغرور تملكها، وهي تقول لهاينة شفتي أنا شعري كله عامر بالكنوز. استحلات الغولة الفليان ديال هاينة لشعرها ونعسات واحد النعسة عميقة، بدات كتشخر. هنا هاينة عرفات بلي هذه هي الفرصة ديالها، ناضت بشوية ودخلت لداخل ديال الغار حتى لقات ديك القلة ديال الطير اللي قالت ليها الشوافة. هزاتها وخرجت كتجري من المغارة. غير وصلت هاينة لبرا وهي تفيق الغولة وحست بالخفة ديالها وعرفات بلي راها تخدعات. خرجت من المغارة كتغوت بحال الرعد وكتقول ريح فريح يا هاينة، ريح فريح يا هاينة، بمعنى كوني سريعة هاينة في الجري ديالك. بدات الغولة كتجري من موراها والخطوات ديالها هاينة سمعاتها جاية وتفكرت دوك 3 الحوايج اللي عطاتها الشوافة. أول حاجة جبدات المراية ورماتها من موراها. في البلاصة مرايا ولات بحيرة كبيرة من الزاج، وكل واحد حاول يدوز من ديك البحيرة كتقطعوا له رجليه. الغولة بقات حاصلة كتحاول تقلب منين غدوز على البحيرة، وهنا هاينة ربحات شوية ديال الوقت، ولكن الغولة دغيا لقات الطريق ورجعت تابعاها. ملي قربت ليها عاوتاني جبدات هاينة المشطة ديال العود ورماتها عاوتاني. في البلاصة المشطة ولات غابة كتيفة ديال الشوك ما يقدر يدوز منها حتى الحيوان. الغولة بدات كتقطع في الشوك بيديها ورجليها والدم كيسيل منها وهي كتزيد تغوت من الغضب. هاينة كانت عيات ولكنها عارفة بلي حياتها وحياة باها بين يديها. عاوتاني مرة أخرى الغولة خرجات من الغابة ديال الشوك ورجعت تابعة هاينة، ولكن هاد المرة كانت قريبة بزاف منها لدرجة أن هاينة حست بالنفس الخانز ديالها بظهرها. آخر لحظة جبدات هاينة حفنة ديال الملحة الحية ورماتها من موراها. الملح في البلاصة ولا جبل كبير وعالي ديال الملح كيبري تحت الشمس. الغولة حاولت تطلعو ولكن بدات كتزلق، وكل خطوة كديرها كتزلق. بقات تما حاصلة كتعاير وكتغوت حتى عيات ورجعات للمغارة ديالها مقهورة. هاينة كملات طريقها، وصلت للدوار مع الصباح بحوايجها مقطعين ورجليها عامرين غبرة ودم، ولكن القلة ديال العسل بين يديها. دخلت على باها اللي كان في آخر أنفاسه، هاتاتو معلقة من العسل غير ضاقها حل عينيه واللون رجع لوجهه وناض جلس في الفراش صحيح معافى. الدوار كله تجمع والقوت ديالها بقاو غير حالين فمهم مصدومين. الحاج المكي عنق بنته وباس ليها راسها والدموع في عينيه. شاف الناس اللي مجموعين وقال بصوت عالي شهدوا يا الناس، ولادي اللي كنت كنقول عليهم رجال رجعوا خاويين الوفاض، وبنتي هاينة اللي كنت كنقول عليها ضعيفة مشات العرين الغولة وصبرات للخوف والجوع والتعب وجابت ليا الشفاء. اليوم عرفت وتأكدت من حكمة جدودنا باللي بصح اللي بغى العسل خاصو يصبر لقريص النحل. ومن داك النهار ولات القصة ديال هاينة كيتعاودوها الناس في كل مكان، ولا داك المثل ديال اللي بغى العسل يصبر لقريص النحل كيتقال لكل واحد عنده شي هدف غالي باش يصبر على الشدة والمصاعب اللي غادي يلقاها في الطريق ليه. وهاينة تزوجات بأمير من دوك النواحي اللي سمع قصتها وشجاعتها وعاشوا في الهنا والسعادة. أما خوتها تعلموا درس ما عمرهم ينساوه. نتمنى تكون عجباتكم القصة، وشاركوا معايا رأيكم في الكومنتات وقولوا لي إن أمثال تبغيو نديرو عليهم قصة أخرى. ومشات خبيتي من الواد الواد وبقيت أنا مع ولاد الجواد.
السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم دروب الحكاية. اليوم جبت لكم قصة غادي تعجبكم بزاف، قصة عامرة بالعبر والأحداث المثيرة. وجدوا راسكم وخليونا نغوصوا مع بعض في هاد الحكاية من الأول حتى الآخر. ما تنساوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد. شحال من مرة كنسمعو الأمثال ديال جدودنا وكيجيونا غراب، بحال مثلا الدنيا غربال اللي دار الذنب يستاهل العقوبة والدم ما يوليش ما. ولكن قليل فينا اللي وقف وشاف بعينيه كيفاش هاد الأمثال كتولي حقيقة. اليوم هاجيو تسمعوا معايا واحد الحكاية، حكاية ماشي من الخيال ولكن من قلب الواقع ديالنا. حكاية على جوج خوت، على تراب الجدود، وعلى واحد الوصية اللي غريبة درات أنها تغير حياته. وخليكم معايا في حكاية الغربال. في واحد البلاد من بلادات المغرب المنسية فين ريحة التراب باقا غالبة على ريحة السيما، كان كيعيش الحاج إبراهيم، راجل من رجال زمان، وجهه كتاب ديال التجارب ويديه شاهدة على سنين ديال الشقة في الأرض. الحاج إبراهيم كان عنده كل شي في هاد الدنيا، لكن أغلى ما عنده كانوا جوج ولاد. الولد الكبير سميتو علال، شاب في 30 وخا قاري وفاهم، ولكن قلبو كان لاصق في الأرض ديال باه، كيشوف فيها العز والبركة. أما الولد الصغير فكان سميتو مختار، خوه بالدم ولكن ماشي بالعقل. مختار كان كيشوف في الأرض غير التراب وتمارة، وعقلو ديما هربان للمدينة، الفلوس سهلة والأحلام الكبيرة. ولكن ديما كيقولوا دوام الحال من المحال. الحاج إبراهيم طاح مريض وحس باللي الأجل ديالو قرب، جمع ولادو حداه ويديه كيترعدو، عينيه كانت كتهضر كتر من فمو. ولادي، قالها بصوت يلاه كيتسمع، عمرت سالة والأرض هي اللي كتبقى، هاد الخير أمانة في رقبتكم، ما تفرطوش فيه وما تفرطوش بعضياتكم. علال ومختار بجوج عينيهم غرغرو بالدموع، كيتسناو باهم يكمل، يمكن يوريهم بلاصة شي كنز ولا يوصيهم على شي فلوس مخبية. ولكن الحاج إبراهيم فاجأهم، جبد من تحت مخدتو جوج حوايج، مفتاح ديال صندوق قديم وغربال. هاهي غربال ديال التراب من داك الطراز القديم. المختار ضحك واحد الضحكة صفرا وقال: أبا الله يهديك، شنو هاد الغربال؟ الحاج زير على يديهم حتى بياضو وقال كلمته الاخرى: هاد الغربال هو وصيتي، فاش تحيروا وفاش تظلم الدنيا في عينيكم غربلوا بيه، غربلوا بيه كل شي، هو غيوريكم الصافي من المخبوط. ما تبيعوش هاد الارض حتى تغربلوها به. وسلم الحاج ابراهيم الروح الباريه وخلى وراه جوج ديال الخوت وارض تسوى الذهب ووصيه غرب من الغريب، وصيه الغربال. دازت 6 شهور وعلال زاد تعلق بالارض كتر، كيخدم فيها ليل ونهار وكانو كيحس بروح باه معاه. ولكن المختار كان الصبر ديالو قليل. في واحد العشيه والشمس غادا كتجمع حوايجها باش تمشي، جا مختار عند خوه: علال خاصنا نهضروا. قالها المختار وهو مذروب: شحال غنبقاو في هاد الحاله؟ راحنا كنضيعوا شبابنا في هاد الخلا، المدينه هي المستقبل وراه بزاف د الفلوس تما. علال مسح العرق من على جبهته وقال له: اخويا المختار، وهاد الارض ماشي هي الخير؟ هادي راه ريحه الوالد. المختار ضحك باستهزاء وقال لخوه: الريحه ما كتوكلش الخبز على رجع عندي واحد السيد، واحد المستثمر كبير وباغي الارض كلها وغادي يعطينا ثمن يخلينا سلاطين في المدينه،
نساو هاد التماره ديال الفلاحه. علال حس بقلبو تزير بحال شي واحد ضربو بموس بارد. نبيعو رقبه، واش نسيتي الوصيه اخويا، وصيه الغربال؟ جاوب المختار بعصبيه. فيق علال فيق، با الله يرحمو كان كيفكر بعقليه قديمه. انا قررت وغادي نبيع نصيبي. وهنا والاول مره في حياتهم تعارضوا الخوت، وعلال وقف وقفه ديال الرجال وقال هاد الارض ما غتباعش ما حد فوقها حي. ومن داك النهار تزرعات اول بذره ديال الفتنه بين الخوت، والشيطان بدا كيسقيها الليل ونهار. طمع، من الطمع كيسكن القلب كامل عينين. مختار اللي كان الحلم ديالو الثراء سكن ليه في دمو. رجع للمدينة عند صاحبو سيمو، واحد الثعلب بصورة إنسان، لسانو بعسول وقلبو كحل كي الجمر. عاود ليه مختار القصة ديالو. سيمو نفخ دخان ديال الكارو وقال برودة خوك نية ساعة نديرو ليه القلب، غنوجدو عقد البيع وغتقول ليه هادو غير وراق ديال البنكة باش تفكو شي رهن قديم كان على الارض. هو ما غيفهم والو وغادي يسني. الفكرة كانت شيطانية، ولكن المختار وافق. الطمع كان غالب على كل شيء. وفي داك الصباح المشؤوم جا المختار عند خوه، دار راسو مسكين ووجهو حزين. قال ليه بلي باهم كان مخلي كريدي، وإلا ما وقعوش على هاد الورقة البنكة غتدي ليهم كلشي. علال بنيتو الصافية عمرو شك في خوه، في لحمو دمو. شاف الوراق مكتوبين بالفرنساوية ما فهم فيهم والو، وطاق شد ستيلو وسنا السنية. وما كانش غير على الورقة، كانت سنية على نهاية الثقة وعلى بيع أرض جدودو وعلى غدر خوه. وقفت عليه طوموبيل كحلة ما كيبانش شنو في وسطها. نزل منها مختار ومعاه واحد السيد لابس الكوستيم كيلمع. مختار بلا ما يشوف في عينين خوه جبد الوراق وقال بصوت بارد بحال الثلج انا بعت الارض وهاد التنازل ديالك خوي واعطيني اتساع. علال حس بالارض كتهز من تحت رجليه، حس بالسما كطيح عليه. شد ديك الورقه بيديه كيترعدو وشاف السنيه ديالو، فهم الغدره وفهم ان خوه الوحيد باعو بالرخيص على قبل وسخ الدنيا. طاح على ركابيه وشد حفنه ديال التراب في يديه وهز عينيه للسما والدموع شلاه. دابا نخليو علال في الحزن ديالو والهم ونمشيو نشوفو مختار في المدينه. فلوس بدلاتو، شرا طوموبيل، كرا احسن دار، والصحاب ديال المصلحه ولاو دايرين بيه بحال النحل ملي كيدور على العسل. كل ليله سهره وكل نهار الضحك واللعب، ولكن بفلوس الحرام، وفلوس الحرام عمرها ما كدو. صاحبو السيمو داك الثعلب بدا كياكل ليه فلوسو بشويه بشويه، مره مشروع هنا مره همزه ليه حتى خدا ليه اخر ريال كان عنده وضربها بهربه. مشى بحال الا عمرو ما كان. مختار لقى راسو بوحدو بلا فلوس بلا صحاب وعليه الكريديات من الفوق. لقى راسو في القاع وفي الدوار. علال وخا كان مجروح ما استسلمش. مراتو بنت الاصل وقفات معاه وما يقرروا علاش ما يبداوش يطيبوا الخبز في الفضاء القديم ديال باو ويبيعوه. وفعلا بدا علال كيعجن بيديه والبركه ديال الصبر والنيه بدات كتبان. الخبز ديالو ولات عنده سمعه ورزق الحلال بدا كيرجع لحياته. وفي واحد الليله هو جالس كيتامل طاحت عينو على داك الغربه اللي خلا باه. ناض هزو وبحال الا شي حاجه دفعاتو، هز حفنه ديال الطحين وحطها فيه وبدا كيغربل. الطحين الصافي كيهبط والنخاله الخشينه كتبقى الفوق. وفي ديك اللحظه فهم كلشي، فهم الوصيه ديال باه بان الدنيا هي الغربال.
الأيام والتجارب هي اللي كتغربه. خوه وصاحبه وفلوس الحرام كانوا كلهم غير نخالة وغبرة طاحت من أول هزة. وشنو اللي بقى؟ هي الزوجة الصالحة والعمل الحلال والقلب النقي. داكشي هو الطحين الصافي وهو اللي كيبقى ويدوم. داز عام ديال الايام، عام ديال المرار ضاق والمختار في المدينة. شاف الجوع الدل والحقرة وفهم الدرس ديالو، ولكن بثمن غالي. واحد النهار ما قدرش يزيد يصبر، رجع للدوار. رجل كتجرو ورجل كترجعو. وصل في العشية والناس كدوز محداه وما كتعرفوش. الشمس والبرد بدلو الملامح ديالو. وقف حدا باب دار باه وشم ريحة الخبز السخون. دفع الباب بشوية ودخل. لقى خو علال واقف حدا الفران ووجهو منور بالرضا ديال الله. فاش شاف علال خو بقى مصدوم. مختار طاح على ركابيه قدام خوه وبدا كيبكي، ماشي بالدموع، كيبكي بالروح ديالو. خويا علال، اسمح ليا، انا نادم، انا ضعت، الدنيا ضرباتني ورجعت ليك طالب السماح. علال شاف خوه وشاف فيه سنين ديال الذكريات، شاف فيه الدم اللي كيجري في عروقهم بجوج. زاد لعندو وعنقو وبكاو بجوج. بكاو على اللي فات وعلى الغدر اللي فرقهم وعلى الرحمة اللي جمعاتهم تاني. وهكا رجع مختار لدارهم، ولكن ماشي كيف ما كان. رجع براس حاني، خدام مع خوه في الفران، كيكفر على ذنوبو بالخدمة والصدق. وعلق علال داك الغربال وسط المحل ديال الخبز. كل صباح فاش يشوفو كيبتسم ويتفكر أن الدنيا بصح غربال، كطيح منه كل ما هو زايد وناقص، وفي الآخر ما كيبقى في الواد غير حجره، وما كيبقى في الحياة غير الصدق والمعقول. هادي يا سيدي هي قصة الغربال، قصة كتعلمنا أن الطمع نهايته مرة، ولكن باب ديال التوبة ديما محلول، وأن الأخوة الحقيقية أغلى من كنوز الدنيا كلها. نتمنى تكون هاد الحكاية عجباتكم وخديتوا منها عبرة. شنو هو الدرس اللي بقى في راسكم من هاد القصة؟ شاركونا في التعليقات وتهلاو في راسكم. إلى القصة المقبلة إن شاء الله.